هي تلتقي مع الصين الليلة، والكويت يحل ضيفا على العراق، واستراليا واندونيسيا والبحرين واليابان. عمان تلتقي مع كوريا الجنوبية. أهلا بكم. النهاردة في عدد من المباريات في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم، أبرزها اللي هنتكلم عنها دلوقتي. النهاردة السعودية هتستضيف الصين على ملعبها في الساعة 9:15، ونفس التوقيت العراق والكويت في مواجهة عربية خالصة بين المنتخبين. أما الأردن فهيستضيف المنتخب الفلسطيني الليلة، ودي كلها مباريات هتقام في نفس التوقيت 9:15 بتوقيت مكة المكرمة. أما قطر هتستضيف منتخب كوريا الشمالية الليلة، وإيران هتلتقي مع الإمارات. أما أوزبكستان وكيرغستان هتقام في التوقيت مباراة الإيران والإمارات في 7 مساء. وكوريا الجنوبية هتلتقي مع منتخب عمان في الساعة 2 ظهرا. أما اليابان هيلتقي مع منتخب البحرين الساعة 1:30 تقريبا. واستراليا واندونيسيا. المباريات دي هتقام اليوم، وهنقول لحضراتكم ترتيب الأندية أو المنتخبات تحديدا، وفرص وحظوظ كل منتخب في التأهل إلى الدور نهائيات كأس العالم. خلينا نتكلم عن مواجهة العراق والكويت النهاردة. العراق يمكن بيحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة في برصيد 11 نقطة، بينما بيتصدر المجموعة منتخب كوريا الجنوبية برصيد 14 نقطة من 5 مباريات، عفوا من 6 مباريات. أما المنتخب الأردني في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، ومنتخب عمان في المركز الرابع برصيد 6 نقاط. أما منتخب الكويت اللي لابد إن هو يفوز النهاردة علشان يرفع رصيده ويعود للمنافسة، عنده 4 نقاط فقط. وبيأتي منتخب فلسطين المنتخب في المركز السادس والأخير برصيد 3 نقاط فقط، مما يشعل الصراع النهاردة في مباراة الكويت والعراق، حيث يسعى الكويت لتحقيق الفوز، أما العراق يسعى للصدارة مع كوريا الجنوبية. في حال الفوز يتساوى مع المنتخب الكوري. النهاردة طبعا هتكون منافسات قوية جدا، نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية. أما على صعيد المجموعة اللي بتضم المنتخب السعودي، المنتخب السعودي في موقف صعب جدا النهاردة قبل مواجهة الصين صاحب المركز الأخير. خلينا نقول لكم المنتخب السعودي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وبيسعى هيرفي رينارد إلى قيادة المنتخب السعودي إلى العودة للانتصارات من أجل ضمان بطاقة التأهل. المجموعة دي بيتصدرها منتخب اليابان برصيد 16 نقطة، الكمبيوتر الياباني منفرد بصدارة المجموعة. أما المنتخب الأسترالي بيأتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ومنتخب أندونيسيا والسعودية في المركز الثالث والرابع برصيد 6 نقاط، ومنتخب البحرين في المركز الخامس وبنفس الرصيد، والصين متساويا في المركز الأخير وبفارق الأهداف. حظوظ المنتخب السعودي في حال الفوز الليلة يعود يرفع رصيده إلى 9 نقاط ويحتل المركز الثاني. مجموعة فيها صراع وفيها كلام كتير جدا لسه لم تحسم ولن تحسم إلا في الجولات الأخيرة، في ظل تساوي 4 منتخبات اللي هو منتخب إندونيسيا والسعودية والبحرين والصين في عدد 6 نقاط لكل منهما، بينما المنتخب الأسترالي متفوق بنقطة وحيدة في المركز الثاني، على عكس منتخب اليابان اللي عنده 16 نقطة وبينفرد بصدارة المجموعة، مما يشعل الصراع بقوة. أما منتخب عمان عنده مواجهة صعبة النهاردة مع المنتخب كوريا الجنوبية. منتخب عمان بيأتي في المركز الرابع برصيد 6 نقاط، وبيلتقي مع كوريا الجنوبية متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة. منتخب عمان عنده فرصة ذهبية في حال الفوز، هيرفع رصيده إلى 10 نقاط ويأتي في المركز الثالث خلف منتخب العراق، بينما يبقى المنتخب الكوري الجنوبي في صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، مما يؤكد أن مواجهة عمان وكوريا الجنوبية الليلة لن تكون سهلة أبدا، في ظل مهمة شاقة للمنتخب العماني في مباراة الليل. أما في نفس المجموعة منتخب البحرين هيلتقي منتخب اليابان، وقلنا الكمبيوتر الياباني متصدر المجموعة برصيد 16 نقطة،
أما المنتخب البحريني عنده 6 نقاط في المركز الخامس. في حال الفوز هيرفع رصيده ل10 نقاط ويأتي للمركز الثاني عن جدارة واستحقاق. في حال تعثر أو خسارة المنتخب الأسترالي اللي عنده 7 نقاط وبيحتل المركز الثاني. في حال تعادل منتخب استراليا الليلة وفوز منتخب البحرين هيأتي في المركز الثاني برصيد 10 نقاط. وزي ما قلنا مجموعة صعبة جدا بيتصدرها منتخب اليابان. أما أستراليا وإندونيسيا والسعودية والبحرين والصين يعتبر كلهم في منافسة قوية جدا من أول المركز الثاني حتى المركز الأخير اللي هو منتخب الصين برصيد 6 نقاط. في نفس المجموعة النهاردة مواجهة قوية جدا بين الأردن وفلسطين. المنتخب الأردني عنده 9 نقاط بيطمح للفوز على المنتخب الفلسطيني في مباراة الليلة علشان يطلع يرفع رصيده للنقطة 12 ويأتي في المركز الثاني خلف منتخب كوريا الجنوبية. أما منتخب فلسطين فبيعاني معاناة شديدة وبيأتي في المركز السادس والأخير في ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط مما يصعب المهمة النهاردة على المنتخب الفلسطيني أمام منتخب الأردن اللي بيملك أوراق مهمة جدا في صفوف المنتخب النشامي قبل مواجهة الليلة. بكده نكون قدمنا لكم أهم مواعيد مباريات اليوم وأهم أبرز المواجهات وترتيب المنتخبات على التوالي وفرص وحظوظ كل منهما. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.